تجعل خريطة بين كبيرة. مساء الفل عليكم، مساء العسل عليكم. انت ايوه انت يا اللي بتتفرج عليا على الفيديو، انت ايوه انت مش عارفين تعيشوا اللحظه صح؟ مش عارفين تعيشوا حياتكم. معاكم الكابتن عبد الجليل منجو، فيديو جديد في يوم الخميس 27 رمضان. مش عارفين تعيشوا حياتكم صح؟ مش عارفين مثلا تغيروا الروتين، او مثلا تغير من الحاله النفسيه بتاعتك. قبل كل حاجه لا تنسوا الاشتراك واللايكات والشير والدعم القناه. بص عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا. زي ما انا يا جمعه بعمل فيديوهات يا جمعه، بعد اذن حضرتك، زي ما انا يا جمعه بعمل فيديوهات ان انا بروح كافيهات واروح البحر واروح اماكن حلوه، زي ما انا بعيشكم اللحظه معايا من خلال الفيديوهات اللي انا بنزلها على اليوتيوب وعلى التيك توك. تقدروا وفي مجال كمان انكم لو نفسيتكم متغيره 180 درجه تقدر انك تحسنها. عندكم اكتئاب، عندكم حزن، عندكم بلاوي زرقاء، تقدر من خلال الفيديوهات اللي انا بصورها في كافيه كل يوم، في بحر، في اي مكان حلو، في احلى مكان اروحه، نتعلم بقى من الكابتن عزوز. اتعلم مني الحاجه الكويسه، اتعلم مني الحاجه الحلوه، بدل ما تتعلم من الكلام السلبي من صاحبك ولا من صاحبتك. كل واحد يتعلم من بعضه قله الادب والصياعه. لا، اتعلم من الكابتن عزوز الحاجه الحلوه، الحاجه الكويسه. يمكن انا اكون سبب في انك انت تبقى الاحسن وتبقى الافضل. واحد مثلا النهارده يا جمعه عنده تقلب مزاجي، يعمل ايه يا جمعه؟ يشرب قهوه. ومن حقك انك تتكلم وتطلع صوت عادي في الفيديو، مش عيب، لان انت صاحب المكان، تمام؟ صاحب الكافيه يعني. يعني مثلا بتلاقي واحد متقلب مزاجيا، اكيد هتعمل له ايه؟ هتقول له اعمل لك قهوه، تمام؟ فهنا الكافيه عنده 100 حاجه يعملها لك. عنده كابتشينو، عنده نسكافيه، قهوه فرنسي، قهوه تركي، قهوه من المريخ لو عايز. اهم حاجه انت تختار الحاجه اللي ممكن تغير لك من الحاله المزاجيه بتاعتك. مزاجك مش حلو، مزاجك مش رايق، نفسيتك مش حلوه، كل ما بتعالجش الا بكوبايه القهوه. فكل حاجه انا بعملها في الفيديوهات بدل ما تتعلموا من الاصدقاء الكلام السلبي والصياع وقله الادب، لا، اتعلم من الكابتن عزوز الحاجه الكويسه، الحاجه الحلوه. يمكن اكون سبب في انكم توصلوا الى الافضل.